مقلب جوه مغزى، موهوب مش لاقي فرصة، شاعر أو كاتب قصة، هنشاور للناس عليك والحكم بقى ليهم، حبوك راح تكبر بيهم، حسوك هيخلوك نجم والبركة بقى فيهم. ستار تيكر ستار فيكر، مين اللي هيكسب المليون؟ مقلب جوه مغزى، موهوب مش لاقي فرصة، شاعر أو كاتب قصة، هنشاور للناس عليك والحكم بقى ليهم، حبوك راح تكبر بيهم، حسوك هيخلوك نجم والبركة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. لو عندك موهبه مكانك هنا، لو نفسك تبقى نجم انت في العنوان الصح. خليني اقول لك هنا الحلم بيبقى حقيقه. معنا شباب بيكتب، شباب بيغني، شباب بيلحن، شباب موهوب جدا جاي يكسر الدنيا. اهلا بكم في ستار تيكر. النهارده معانا 3 متسابقين هيقفوا قدام لجنه التحكيم اللي من كبار الشعراء والموسيقيين والملحنين بالوطن العربي. الدكتور علي الغياتي، سمعونا ترحيب يا شباب. والشاعر الكبير الاستاذ احمد عبد السلام، والمنتج العربي الاستاذ وليد العميري، غني طبعا عن التعريف. اهلا بكم. النهارده ستار تيكر بيقدم للفائز جائزه بمليون جنيه، ومش بس كده، احنا دايما بنفاجئكم ان في البوم جديد للفائز. نقدر نقول كده الموهبه المدفونه هتبقى حقيقه. عايزين نبهر اللجنه، كل واحد جاي متوتر، اكيد مجهز او مش مجهز، هنشوف قدام اللجنه. جاهزين ان شاء الله. جاهزين؟ متحمسين؟ جدا. مليون جنيه؟ توكلنا على الله. يلا، اسمك ايه؟ المتسابقه الاولى، عرفينا بنفسك. اسمي نورة، وانا كاتبه شعر، يعني حابه ان انا ليكي اعمال قبل كده يا نوره ولا دي اول حاجه؟ لا، هو انا بنزل على السوشيال بس. فحابة عندك إن أنا صفحة يعني؟ النهاردة هتقول شعر؟ هت ايه؟ هقول شعر. اوكي، ماشي. سمعينا يا نور. لا تشرب هذا الدواء، فالدواء فيه سم قاتل. ايه، مش فاهمه. بيوتروكي، كملي. هو الاثنين ايه؟ هو في ايه يا اساتذه؟ في ايه يا جماعه؟ كملي يا نور. ايه ده ايه التهريج ده؟ لا ثواني، في ايه يا اساتذه بجد؟ استاذه هل في حاجه؟ هي متوتره اصلا، يعني هي زي اختكم متوتره. موزع الهق يا جماعه. ياسمين اتفضلي. معلش تاني، نفس تاني. لا معلش يا جماعه ما تاثروش على نفسيه المتسابقه كده، ما تصحش. بالراحه يا حبيبتي. اسمك ايه قلتي لي؟ معلش ما خدتش بالي. اسمي نورة. نوره، اتفضلي يا نوره. طيب، اقولها دي هي. اخر حاجه، كملي. ممكن لو سمحت انا اسف. طب اغيرها لو مش حلوه؟ اغيرها؟ قولي اللي انت عايزاه. لو مجهزه دي قوليها، لو حاجه تانيه برضه نفس اللي قوليها. انت كنت بتقوليه. وارد يعني، ما اعرفش. على فكره حرام عليك، لا ما بهزر. لا تشرب هذا الدواء، الدواء فيه سم قاتل، وجواز عتريسة من فؤاد باطل. لا تشرب هذا الدواء، الدواء فيه سم قاتل، وجواز عتريسة من فؤاد باطل. اقسم بالله مزج عالمي، مزج غريب جدا ما بين السينما والشعر وبحور الشعر، وجابت في رباعيه صغيره اقتباسات ما حصلتش. جواز عتريس من فؤاد باطل، انت عارفه، بس عشان ما اعرفش كنتوا هتقطعوها دوت، عامله اسقاط سياسي رائع. انت عارفه في الفيلم كان عتريس ده مين؟ عارفه طبعا. ومين فؤاده؟ طبعا شاديه. اسقاط لما يوصل للمرحله ديت وهي تجيب الاسقاط من بطن الحوت زي ما بيتقال. لا ده قصه، هي رساله، قصه. هي ايه يا فندم؟ والدواء في سم قاتل واحمد ابراهيم. يا نهار اسود. هي عملت مزج بين الافكار وبين طبعا الافلام القديمه العربيه الاصيله وقدمتها لحضراتكم. عارفه ده بينوم عن ايه؟ بينوم عن ايه؟ انا ماليش بصراحه في الكلام ده، بس مش عن عارفه عبقريه شعريه واحساس ولا هي ليها بصراحه. رائع. احسنتي يا ماما، احسنتي يا نور. بعد اذنك لما يجي دورك، او ساعتها كله هيسكت وانت اللي هتتكلم. بعد اذنك سيب المساحه الكافيه لزميلتك. انا هسمعكم لما يجي دوري. طب الاستاذ احمد عبد السلام، رايك ايه في التنور؟ احسنتي، لمستي، عندك احساس، لمستيني. استمري وربنا يوفقك.
برافو عليك، شكرا، متشكره برافو قوي. عليك. الشيخ وليد. يعني حاجة كويسة، لكن كنت أتمنى إن هي يعني نسمع المره اللي أكتر. جايه بس الخامه نظيفه اهم حاجه، كويس كويس. بيجي منها. يجي منها. تسلم، ميرسي قوي. يعني نقدر نقول خلينا نشوف التقييم في الاخر. جاهزين للمليون جنيه؟ جاهزين للعقود؟ خلينا نخش على المتسابق التاني وعايزين شويه حماس. اتفضل عرفني بنفسك. انا اسمي يوسف ممدوح، خريج فنون مسرحيه، تخصص تمثيل واخراج، ممثل طبعا ومطرب وملحن واحيانا بكتب. ومخبر في كريستوفر كولومبوس. طبعا مخبر اكيد. اقعد اتريق على لا، الناس. ومخبر في انا اللي اخبرت ان الدواء فيه سم قاتل. انا اللي اقعد اخبرت. اتريق على الناس وهق ومق لا بس انا مش وهزروا. قصدي حاجه، مش مسموح ان احنا نهزر على يوسف، زمايلنا. لا لا خالص خالص. يوسف حتقدم شعر ولا هقدم غناء ولا لحن؟ أغنية ولا أكيد. أغنية هتغني لو سمحتم يعني. غناء يعني. آه. اتفضل. اتفضل سمعنا اتفضل. انا عاشق عشق حلال، ممكن اصبح يا غزال، احتار القلب ومال وجاب راجع في الحال، صوتي شبه العندليب، ما توقعناش في العيب، ما تكسفنيش ما تصغرنيش، الحب ده كان عالبال، انا عاشق عشق حلال، ممكن اصبح يا غزال كده. ما فيكش اي حاجه من العندليب. ايه يعني عيش اختيار غير حلال وعيش موفق. حرام وغزال وحديقة الحيوانات نستعد لافتتاحها. انا اسف. مالك يا بيه؟ معلش. مالك يا بيه؟ انا بحب الحظاير وبحب الاماكن اللي فيها حظاير. الدواجن وبحب الحيوانات، يعني وهي كمان فيهم بتحب. ألفة كده هما وفيهم دايما- شياكة. فاهم؟ جميلة. آه، والدواء يوسف. فيه سم قاتل. يوسف بعد إذنك يا يعني يوسف. أيوة، معلش. بعد إذنك دكتور. الشغل كويس صراحة. ربنا يخليك. صراحة يعني الصوت كويس، الأداء كويس، يعني مش متشتت. فنان. برافو عليك، برافو. اشكرك، تسلم. طب استاذ احمد عبد السلام. صوته حلو، عنده خامه حلوه، بس عايز يشتغل عليها اكتر. الخامة ينميها حلوة. اكتر، قويها اكتر، بس برافو عليك. الله يخليك. برافو عليك. وانا بصفتي غير موسيقي يعني وما بقيمش كموسيقى، بقيم اتيتيود بني ادمين، بقيم اتيتيود فنانين. فمش عاجبك احنا. طبعا مش عاجبني. مخبر وحرامي. طبعا ماليش دعوه بلبسك يا بيه، انا ما بتكلمش في لبس، مخبر، انا مخبر. بتكلم في شنبي، اتيتيود. شنبي مخبر. امين شرطه في يا عم بس عيب وعيب تريق على الناس كده. طب نيجي للمتسابق الثالث علشان المليون جاهزه والعقود جاهزه. اتفضل، هتقدم لنا ايه النهارده؟ اسمك أنا ايه؟ اسمي حسام حسن، أنا ممثل ومطرب وملحن. بس تعالي صوتك عشان صوتك مش واصل لهم. ممثل ومطرب وملحن. ده انت جاي هتجيب تعمل ايه بلس النهارده؟ بقى 3 في 1 مش مش 2 في 1 ماشي. فنان شامل. يلا ورينا. حسام أهلاً بيك يا هتقدم إيه يا حسام؟ ممكن أغني أغنية معروفة. انت هتقدم صح هتقدم ايه؟ اقول لك ما انا قلتش حاجة. هقدم ماتش السنغال. انا محمد علي. ما قلتش حاجة لسه. قول اتفضل، هتقدم ايه؟ هغني أغنية معروفة وبعد كده ممكن أقول لحن من ألحاني اتفضل لو عجبتكم يعني. لا لا ان شاء الله يعجبنا. اتمنى يعني. ممكن أقول مثلا أغنية بوابة الحلواني للفنان الكبير علي الحجار. اتفضل. اللي بنى مصر كان حلواني يا ولده، حلواني حلواني، اسمه على بوابتها لا زال ولا زايل، لا زال ولا زايل، ساعة الهوايل يقوم قايل يا بلدا يا بلدا، ويجي شايل هلا هوب شايل هلا هوب شايل حمولها ويعدل المايل، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد، حلوة الحلوات، اللي بنى مصر كان في الأصل. رأي حضراتكم ايه؟ الله احسنت. الله يخليك يا أستاذ. برافو عليك. الله يخليك يا أستاذ.
احسنت. ربنا يخليك يا رايكم أستاذ. ايه؟ يلا فين سمعنا بقى بقى ألحانك حاجه بقى؟ من الحانك. حاضر. جايب عود بقى، سمعنا كده وورينا طيب. الدنيا. حاضر. هو محتاج كده جايب عود كرسي. تسند عليه وانت بتغني ولا لا. ايه الظروف؟ وعلى الدنيا فكره برضو نور بتجهز لحاجه تانية، هي كانت قايله للاعداد ان هي هتجهز حاجه تانية وهتغني اوكي، برضو. الدنيا كلها تاخد بس- مساحتها، بس طبعا. بس نشوف نور خلاص يعني. ممكن مشكلة، كرسي مش الاستاذ عشان يعرف مش يعزف مشكلة، برضه لو مش سمحت. مش عارف لا تسمع؟ المفروض فنان شامل يعتمد على نفسه، كرسي ايه اللي هي نور قالت كل حاجه من نفسها. positioning خلاص يعني. طبعا. موضوع يعني. تعمل ايه طيب؟ انا هلعب نط الحبل انا كده. هلعب. طب ليك خلاص دور. معلش بس ليك معلش. دور. يلا يا عم بقى. حاضر. خليه معايا. عشان كده ما بحبش بقى اي حد يجي ومعاه حاجه، كل واحد يسيب حاجته في البيت، يجي بقه بس. ده بيضحك. طب انا اعمل ايه طيب؟ هو هيضحك في الاخر، نواحي طيب. يضحك في الاخر. كنت عامل حاجه كده. لمطربه طالعه جديده اسمها مها فتوني. مها فتوني. مها. فتوني اوكي. عامله اغنيه اسمها الصبر جميل، مشهوره قوي، وعملت لها لحن يعني، بس لسه ما خدتوش يعني. مش هتاخده. اتفضل. لا حول ولا قوة إلا كده تخني، كده تجرحني وتبعني، بقى بالنسبة ليك ولا حاجة فرقالك. كده تخني، طب اتكلم ونبهني، وكنت عامل حساب وجع اللي عيشالك. ابص علينا دلوقتي غريبة، ده اللي كان شاري، والوم نفسي لصدقتي ما كنت اتأنى في قراري. يا ريتني ما كنت صدقتك ولا من قلبي حبيتك. كده ينفع أعيش العمر أتوجع؟ بقى بالنسبة ليك إزاي أنا بعاني؟ وإيه أحسن وإيه اللي يجيني بيه أضمن ما يتكررش فيه كل اللي فتاني؟ رايكم ايه؟ انت ليه قطعت؟ حرام عليك. منك مش عارفه تخوني تنبهني، هو اللي هيخون هينبه، اللي هيخون هينبه، بيقول له قبل ما تخوني نبهني، يروح يقول لها هخونك. طب لا اتكلم انا شايف جهزتي الحاجه بتاعتك يا نور؟ لا هي من كتر ما هي متضايقه حزينه على نفسها، فهي بتعيش الحاله تأذني قبل ما تخوني؟ بتحاكي. لا أمال اتكلم إيه؟ ونبهني، وكنت اعمل حساب وجع اللي هيشالك. يعني واحده كانت عايشاله وهو بالظبط. ما هو عايز يخونها مش طايقها، هنقعد ننبه. انا الكلام ده انا بالنسبه لي او مش الخامه بتاعتي يعني. في حاجات تانية، بس يعني في حاجات تانية ممكن نكتفي تمشي بهذا مع الخامه القدر. بتاعتك. لا نكتفي بهذا القدر. رايكم ايه؟ الاستاذ احمد عبد السلام يبدا. ما شاء الله عليه بصراحه، حاجه جميله يعني. ربنا بس منافسه قويه بينه وبينهم. هي هتسمعنا حاجه تاني؟ هتسمعي جاهزه تسمعي حاجه؟ اتفضلي. لا انا بالنسبه لي نوره في سكه تانية خالص. الحاجات اللي الجيل طالبها. لا سيبك من الجيل طالبها، انا بصفتي يعني آه. صاحب كلمه او بقدر الكلمه او بحكم على الكلمه، فهي دي واصله عندي لمرحله تانية. الحمد لله هي أنا واصلة عند حضرتك. بالتدريبات معاها هوصلها لسكه تانية. انا مش تمام. دعوه بالغنى. مش الغنى شايف جواني بتاعت- اكيد. تمام. طبعا. المنافسه يا قويه. باص مالك مالك يا ستاموني، اهدى على نفسك بس شويه باللي انت لابسه دوت اللي بتاع كولومبو ده ولا ايه؟ حسام حسن، ايوه يا فندم. احسنت قياده ربنا يخليك. ان شاء الله نكسب البطوله باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق. حسام حلو. انت مش شايفه في الغنى، شايفه في الكوره، يلعب كوره. شوف التدريب. انا لاحظت والله محدش العظيم خالص اتكلم والله على العظيم ركبتي فنك. وجعاني اصلا. على قد ما اتكلم على انا اسمك. اكتر واحد ما يلعبش كوره في الدنيا يعني. برضه ما تغنيش، لان انا شايفه ان مفيش حد اتكلم على الفن. طبعا. او ممكن تكون عشان انت واقف في لجنه قويه برضه. طبعا الاستاذ اسمها يوسف اسمك ايه؟ نور. ونور نفس الكلام برضه، كان في قوه في الاداء. طب انا رايي كده كده انا ما يخصنيش، انا مذيعه. راي حضراتكم ايه؟ لو سمعنا حاجه كمان ممكن نحكم النهائي. طب تمام يلا. يلا يا نور. اقول تاني قولي اي حاجه. لكن بس عايزه
على مهلك. عايز تعملي سيرش تجيبيها من حته برضو على مهلك. طيب هقول برضو حاجه انا كنت كاتباها من كام يوم كده بس ما كنتش مخلصاها، يعني ممكن اقول منها اول. البيت بيبان من عنوانه. اتفضلي يا حبيبتي. اللي تقدر عليه قولي. خلاص ماشي. بفتح الشباك كل يوم بحبها. الاقي نفس المنظر كل يوم، وفجاه الاقي الغيوم. يا ترى هتمطر ولا زي كل يوم ولا زي كل يوم؟ دي حافظينها في البيت. زي كل يوم غيوم كل يوم. لا، وزن وقافيه. ما انا بقول لك بقى هنا هي اكدت اللي انا قلت عليه من الاول يا دكتور. لو تاخد بال سعادتك ان انا ببص لجزئيه معينه جدا في الكلمه هي بتطلعها منين وبتجيبها منين، ولما عقلها يجيبها انها بفتح الشباك ده رجوع لذكريات فاتت. انا وصلت لي نسمه هوا وهو ده اللي انا بدور ضربت عليه. على القعده بقى. حاجه فاهمة اتنفس بيها. افتح الشباك. ايه ده؟ انت واصله العمق. انا بتكلم في جزئيه مهمه جدا يا جدعان عشان ما حدش يعارضني فيها يعني. او ازاي اقدر اجيب الكلمه؟ هو ده. صح. احسنتي يا نوره، برافو عليك. تسلم لي. طيب استاذ احمد عبد السلام، خلاص بقى تصفيات، المليون جنيه مستنيانا، العقد مستنينا، عايزين حماس، عايزين طاقه، عايزين منافسه نظيفه بيننا وبين بعض، مش عايزين نحقد او نحسد او اي سواد جوانا يظهر على شكلنا الخارجي. شيخ وليد، كم من 10؟ قيم لي كل واحد فيهم. يعني ماشي 7 من 10. شكرا. شكرا لحضرتك. طيب والاستاذ يحيى؟ أنا اسمك ايه؟ اسمي يوسف. يوسف؟ مش يحيى خالص. متاسفه. يوسف. الاستاذ يوسف يعني 6. طيب واللي جنبه؟ حسام يعني خليه 6. الاسم اللي في جنبه. تعادل. ده اسم الجديد ده. استاذ عبد السلام؟ بالظبط. نورة 9 تمام. واستاذ يوسف 8 واستاذ حسام 8 برضه. بتاعي اللي اهو جنبه. مناسب. طيب استاذ علي، نعم. تقييم النهائي، الارقام النهائيه نوره 18 من كام؟ من 10 تمام. عشان هاخد ال8 من البي كريستوفر كولومبوس اللي واقف أوكي. وهياخد 2 ماشي. وال8 التانيين بقى معلش يا حسام اكيد خلاص عماد انتهى. حمدي اكيد. يعني كده النتيجه النهائيه نقدر انا نقول عندي نوره اقتناع تام. موهبه. عندكم بقى موهبة. انتوا لكم الامر يعني. طيب انا طبعا أنا قلت بشكر اللي عندي حضراتكم وشكرا ليكم على الثقه اللي انتوا اديتوها للمتسابقه طبعا. وعلى ان البرنامج بتاعنا فعلا بيعتمد على المصداقيه وبيدي لكل حد موهوب فرصه. نقدر نقول مبروك. ممكن تناولوا لي الجايزه شباب، معلش ممكن تساعدونا. جايزه نقدر نقول ده بجد. ولو ما اقول اعرفش والله. فوق احلى سقفه لنونو. تعالي يا نوره، مبروك. المتسابقه فعلا كسبت بمليون جنيه من الراعي الرسمي لبرنامجنا النهارده ستار تيكر. الف مبروك يا حبيبتي. انا عايزه اعرف انت كمتسابقه هتعملي ايه بالمليون جنيه؟ انا اول حاجه هنشر الشعر بتاعي، تمام دي اول حاجه انا بفكر فيها. تمام. تنشر ربنا الخير يسعدك. والسلام. ربنا يسعدك. ايه يا ثانيه ريت. واحده بس معلش هو يا ريت. تنشر الخير والسلام. هو لا انت مش حافظني عايزين ليه؟ تريقه يا بلا الصفاء والرخاء بص يا عليه بقى كده الله يكرمك. ها ايه بقى انا عايز افهم يعني. مش عارف. امال انت ايه اللي انا ما بتعملوه قلتش ده؟ حاجة الامان والله. والسلام سيبوا الناس يا جماعه تفرح والصفاء خلوا عندكم والنقاء. صفاء يا عم، صفاء حسام. ذهني وصفاء قلوب. لا والله مش حقود انت والله. ستايلك قديم، هي ستايلك محمود عبد جديد، المحمود. ده اللي احنا طالبينه اصلا والله في البرنامج. والله مش حقود والله، بس يعني أمال حلو. إيه؟ انا يعني عاجبني الموضوع يعني. طب اديها فرصه أنا انها ما أنا مش جايبة تستمتع حاجة من جيبي ولا بلحظتها هم. ولحظه. ماشي خلاص. يعني الراعي الرسمي للبرنامج بيكسب حد مليون جنيه على موهبه عنده، هم بقى بيتولوا يعني امر الالبوم. طب انتوا شايفين هتعمل البوم ما شاء الله الله اكبر، ارزاق بتاعت ربنا بقى. بس ما تبقاش اسود من جوه، عشان انت ممكن برضه فرصه ثانيه تجيلك البرنامج تاني، ممكن تقدم السنه الجايه. ايوه صح؟ حب يعني الخير لغيرك. نسمعها احلى سقفه يا شباب. انت كمان تقدر تشترك في ستار تيكر وتقدر تكسب انت كمان مليون جنيه وتقدم موهبتك قدام كبار الملحنين والشعراء والموسيقيين بالوطن العربي. استنونا في حلقه جديده من ستار تيكر وهتكسبوا معانا مليون جنيه. شكرا، باي باي. احنا بقى نمشي كده بقى خلاص. ميرسي يا دكتور علي. تمام كات. ميرسي، شكرا جدا على تعبكم. تترددوا نورة، افراح. ده عشان خاطر عينيكي يا هتديني أستاذة منهم مهند حاجه. على أي حاجة. انا عارفه طبعاً. انا عارفه انا عارفه. انا اصلا لما بتقولي الدكتور علي شكله صعب بقول لها طيب جدا جدا، حبيبتي، تسلمي والاولاد اصلا سلمي عليهم جدا، تسلمي ربنا يخليك. وهيعمل لي 30 خاطر وانا قايلاها مش هيحرجني مش هيكسفني. ما اقدرش انت طبعا. كتكوته، انت اللي عايزه كل حاجه انت. بالحب بالحب.
بالود. كلمي بقى طنط، كلمي ماما في الرحيق بسرعه. جامد. ما قبل ما اغير عشان لو في خلاص حلقات هنعمل ايه تانية. طيب؟ الحمد لله يا عم. انتوا مستنيين ايه؟ خلاص هنمشي حاضر. يلا. لو حصل اي حاجه هكلمكم، لو احتاجناكم في اي حاجه او حاجه هكلمكم. انت بقول لك ايه، بتروح حفلات في البيت؟ حفلات خاصه؟ اروح عيد ميلاد لو في عيد ميلاد اكلمك؟ عيد طب ميلاد سيب أو رقمك بره في اي الكاونت. حاجه عايزه. سيب رقمك بره. ما هم واخدين مليون جنيه اكيد هيروقوا علينا جامد. لا يا عم على قد روقوا علينا اي والنبي، حاجه، ها؟ بس بجد تيجي حفلات خاصه؟ ايوه عادي. طب خلاص هبقى اكلمك لو احتاجناك في اي حاجه ابقى ان شاء الله. كتر خيرك والله. شكرا. وانت بقى لا هات لك بقى اي جهاز انت كمان، اي لعبه ماشي بيها وطبل بقى ولا اي حاجه. يلا خير اتفضلوا طبعا. عشان الحلقات اللي بعديها. طبعا. خلاص استوديو دي حد ركيري ينضف. يلا يا ميرسي جماعه. يا جماعه الله تصبحوا على يجزاك خير. الدنيا. ميرسي يا دكتور علي، تسلم لي. تسلمي يا ثانك قلبي. يو. شكراً، ميرسي يا دكتور. تسلمي. تعالوا. طيب هيجي تعالوا عشان يشيل لسه بقى المايك. لسه هنتصور طيب في الصوره يجي المايك. النهائيه. أوكي. اقفي مكانك يا حبيبتي، اقفي مكانك. كمان هنتصور ماشي. طيب. طبعا احنا هتاخدي النهارده الشيك بقى هزود بس الحته بتاعت الراعي الرسمي. الراعي الرسمي يا نونو. هظبطك تمام. كده تمام. طبعا احنا عايزين نقول تنويه هام جدا ان احنا مش في برنامج ستار تيكر، احنا في برنامج ستار تيكر مقالب. مين هيكسب المليون؟ مقلب. وصاحبك اللي عمل فيك المقلب. شايف؟ ايه يا عم؟ يا عم ربنا عالمي. لا انا عالمي. برضه بقول اصلا منعتنا ان احنا ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم حاجه والله. علي الحجاج والله العظيم مش فاهم محمد حاجه والله ثروت. العظيم. ومبدع بجد. انتوا اساتذه والله والله اساتذه يعني انا مش عارف اقول لكم. الصوت ربنا يخليك عزف يا على أستاذ. العود، موهبه فعلا تستحق انها تتشاف في النور. ربنا يخليك يا ويمكن أستاذ. ده هو الهدف الاساسي للبرنامج، يا بس احنا أستاذة عاملينه والله بشكل أنا مختلف. اتفاجئت، أنا المواهب مستغرب، بتاعتك مش دي عارف. لازم تظهر بدون جوائز وبدون الحمد أي لله رب حاجة. العالمين. الجائزه حسام، الكبيره نورتنا النهارده يا حسام. هو فعلا ان الناس تشاور عليه وتقول ده موهبه. صح. الله يبارك بجد فيك. والله ربنا العظيم. يبارك في حضرتك والله. ده حاجه يعني انا مش مصدق والله ما نفسي مجامله والله. ابدا ربنا والله يجزيك. العظيم. عايزين حاضر. نستلطف حاضر. نستمتع. حسام تعالى يا حسام. يا حسام يا حسام. تعالى ثانيه بس يا حسام هنا. كل سنه وانت طيب. الاول مبسوط في الحلقه؟ حضرتك طيب اكيد طبعا. طيب. دي كانت مفاجاه يعني. موافق تذيع؟ هذيع طبعا. طيب هذيع طبعا. استنونا في حلقه جديده من ستار فيكر. المهم تكسب المليون. باي باي. لا يا